بمناسبة ذكرى وفاة محمود عبد العزيز هحكي لكم حدوتة اتهام أحمد السقا بأن هو السبب وراء اعتزال محمود عبد العزيز للسينما، والمشكلة الكبيرة اللي حصلت بينهم في فيلم إبراهيم الأبيض. وهحكي لكم كمان عن المشاهد بالظبط اللي اتشالت لمحمود عبد العزيز في الفيلم ده. الحبايب مساء الخير، أهلا بيكم. أنا خالد شاهين وهحكي لكم الموضوع بسرعة جدا. سنة 2009 المفروض كان فيلم مهم جدا نزل السينمات وهو إبراهيم الأبيض. قلب الموازين، كان بطولة أحمد السقا ومحمود عبد العزيز وعمرو واكد. محمود عبد العزيز بعدها قرر ان هو مش هيمثل تاني لان في مشاهد كتير جدا اتشالت ليه. ايه قصه المشاهد دي بقى؟ المفروض عبد الملك زرزور الفيلم كان بيحكي في الاول خالص قصته، ما كانش بيظهر علينا فجاه كده وهو بيضرب نار ويحد له شوق في حاجه، لا كان في ليه قصه. لان محمود عبد العزيز هو كان المفروض بطل الفيلم راس براس مع احمد السقا. في الاول خالص بيرصد لك الفيلم ان عبد الملك زرزور ده راجل بلطجي كبير جدا، والمفروض ان هو كان عايز يعمل امبراطوريه كبيره اللي هي امبراطوريه عبد الملك زرزور. فبيروح لمجموعه من البلطجيه، هم كانوا 17 اخوات وليهم اخت واحده اسمها نور القلوب، فبيتجوز من اختهم دي. بس اختهم دي كانت وحشه قوي، فهو كان عايش معاها بالعافيه لحد لما بيحضر فرح من الافراح وبترقص فيه حوريه اللي هي هند صبري، فهو بيشوفها فبتعجبه قوي، تدخل دماغه وبيلاغيها. فبعد كده بتحصل بينهم علاقه عاطفيه وبيتقابلوا كتير في السر، وكان بيجيب لها حاجات كتير غاليه. هنا بقى بتظهر نور القلوب بتقفشهم، وبعدين بتقول له لازم تقتلها دلوقتي حالا يا اما هروح ابلغ اخواتي واخليهم يقتلوك، اخواتي ال17. ساعتها عبد الملك زرزور ما كانش عنده الامبراطوريه الكبيره اللي تقدر تخليه يقف قصاد اخوات مراته، فقالت له اقتلها دلوقتي. فبيروح مطلع المطوه، وبدل ما يقتل حوريه اللي هي هند صبري بيروح قاتل مراته نور القلوب. وهنا بقى بيظهر شخصيه سراج زرزور اللي هو مين؟ سيد رجب، اللي اصلا انت ما تعرفش هو كان في الفيلم اخو عبد الملك زرزور ولا ابنه ولا واحد من رجالته، ما تعرفش، لكن كان ليه تفسير في المشاهد اللي اتحذفت. عبد الملك زرزور بيقول لسراج اخوه انا وقعت في مصيبه وقتلت مراتي وعايزك انت تقف جنبي عشان نخفيها. فبيروح سراج يجيب الواح تلج كبيره جدا ويروح حاطين فيها جثه نور القلوب. وبعد كده عبد الملك زرزور بيروح يبلغ اخواتها ويقول لهم اختكم اختفت. يدوروا عليها في المستشفيات فتره كبيره جدا لمده سنه، لحد لما بييأسوا خالص وبيقولوا اكيد حد من خصومنا قتلها. فهو عبد الملك زرزور بياخد الفلوس او بيورث مراته وبيبدأ يكون الامبراطوريه. ومن هنا بتبدأ الرحله بقى بتاعه عبد الملك زرزور في الفيلم. كل ده اتشال. مدة المشاهد تقريبا كانت حوالي 25 مشهد. مش بس كده، بس المشاهد بتاعت محمود عبد العزيز كان في مشاهد لباسم السمرة اللي هو ظهر يعني وقت قليل جدا في الفيلم او مشهد واحد. باسم السمرة كان بيجسد شخصية بلطجي اسمه مهدي، واللي هو اللي قتل ابو احمد السقا. فاحمد السقا عايز ينتقم من مهدي، خاصة ان مهدي المباحث قبضت عليه ودخلته السجن، بس طبعا السقا عايز ياخد بطار ابوه. فراح لف على حبيبة مهدي اللي هي مين بقى؟ نرجس، اللي كانت بتظهر مع ابراهيم الابيض وعشري في البيت. انت كنتش تعرف دي مين؟ يعني دي حبيبة عشري ولا ابراهيم الابيض؟ لا، هي لا حبيبة عشري ولا حبيبة ابراهيم الابيض، هي العشيقة بتاعت مهدي اللي هو باسم السمرة. ساعتها ابراهيم الابيض قال البنت دي تفضل عندي لحد لما مهدي يطلع من السجن، فهيروح يدور عليها فيلاقيها عندي، فاروح انا واخد طاري منه. وفعلا بيظهر باسم السمرة وبيروح لحد بيت ابراهيم الابيض، فبيعرف ان ابراهيم الابيض ده هو ابن الراجل اللي هو قتله. فبيجي ابراهيم الابيض علشان يقتل مهدي، فباسم السمرة بيقول له ده انت ابوك كان كلب ومات، وانا مش هديك الفرصة انك انت تموتني. ويروح باسم السمرة نفسه قاتل نفسه. دي كلها مشاهد اتحذفت. هنا بقى لما ظهر الفيلم واتعرض سنة 2009، محمود عبد العزيز جنت جنونه وشاط وغضب غضب شديد جدا. ازاي مشاهد ليا تتشال؟ مشاهد اكتر من حوالي 20 او 25 مشهد. الفيلم اصلا كان المفروض بطولتي راس براس. ناس قالوا له ساعتها يعني وشوا ليه وقالوا ده احمد السقا هو اللي سبب في الحاجات دي كلها، وهو اللي طلب من مروان حامد انه يحذف المشاهد دي لان انت كنت اعلى منه في الفيلم، انت وباسم السمرة كمان. ساعتها هو ما كلمش احمد السقا وقال يعني هو عمل كده. كلم ساعتها عماد الدين اديب اللي هو المنتج صاحب شركه جود نيوز، ما ادالوش عقد نافع وقال له لا ده قرار مخرج، رغم ان هم كانوا اصدقاء جدا، محمود عبد العزيز وعماد الدين اديب اصدقاء. قال طيب
ده شغل عيال، والله ما انا شغالها تاني ولا عامل ولا فيلم، وده اخر فيلم اعمله وانا اللي غلطان. ولو جالي مسلسل هشتغل ويبقى بطولتي، ولو ما جاليش هقعد في البيت وكفايه كده. هل فعلا احمد السقا متهم بحذف مشاهد، او هو السبب في حذف مشاهد محمود عبد العزيز؟ في شهاده مهمه جدا لعباس ابو الحسن اللي هو مؤلف الفيلم، قال لا، مروان حامد هو كان السبب وصاحب القرار في حذف هذه المشاهد، لأن كان في مشاهد فيها أخطاء تقنية كتيرة. الحاجة التانية، مدة الفيلم عدت الساعتين وتلت، وكان لازم إن احنا نقتصر على الأقل 25 أو 30 دقيقة من الفيلم ده علشان مدته تبقى يعني أقل من ساعتين، يعني ساعة و40 دقيقة أو ساعة و45 دقيقة. فشلنا المشاهد اللي فيها أخطاء تقنية، وشلنا المشاهد اللي كان ممكن إن احنا نشيلها من الفيلم من غير ما نأثر على الدراما بتاعة الفيلم. وكان في مشاهد كتيرة جدا من اللي اتشالت للأستاذ محمود عبد العزيز، وللأسف القرار ده زعله جدا. في ناس تانية برضو قالت شهادة توازي الشهادة بتاعت آه الأخ عباس أبو الحسن والفنان عباس أبو الحسن، وهو الفنان باسم السمرة اللي قال إن أحمد السقا هو اللي حذف مشاهدي. إذا إيه الحقيقة بالظبط في فكرة إن السقا هو اللي حذف المشاهد أو مروان حامد؟ لحد دلوقتي القرار أو المعلومة الأساسية والرئيسية عند اتنين، عند السقا وعند مروان حامد. لا مروان حامد طلع وبرأ نفسه أو برأ السقا وقال أنا اللي شلت، ولا أحمد السقا طلع وبرأ نفسه وقال مش أنا اللي شلت.